حبوباتي دائما المطبخ ريم وريم. شوفوا اليوم جبت لكم واحد لاكلاص، واش نقول لكم، يشهي بالبزاف. تبعوني فقط الخطوات جد سهله وبسيطه، المكونات موجوده في البيت. بديت نقطع لكم واحد القطعه وندوقها معكم. الجو اليوم راهو بزاف سخون. فوالا درت لهنا 3 طبقات وتزيين كيما حبيتو. شوفوا شوكولاته فريزه ودرت فانيلا كذلك كيما حبيتو. انا الكراميل، حنا في الدار في البيت كاين اللي يحب يدير كراميل كاين اللي ما يحبش. انا حنديرها قليل من الكراميل هكذا، فقط خطوط تعطينا كان اللذه. هكا برك هنا راح ندوقها معكم. سمحوا لي شهيتكم في الجنه. بسم الله. بنينه روعه. تبعوا فقط خطوات حبوباتي، تبعوا كامل خطوات اللي درتهم، ان شاء الله راح تنجحوا بهذه الوصفه البنينه وهايله اللي تبرد على قلبكم خصوصا في فصل الصيف. روحوا معايا المطبخ ريم وريم. سلام حبوباتي، دائما مطبخ ريم وريم. ان شاء الله نتمنى لكم تكونوا بخير وصحه وجيده. كيما عودتكم دائما نجيب لكم وصفات سهله واقتصاديه بمناسبه حلول الصيف والسخانه راهي تقتل. واش نقول لكم، بيان سور واش يجي في بالكم في الصيف كي يدخل؟ بيان سور لا كريم. اليوم جبت لكم لا كريم ايس كريم منزلي. راح ندير لكم به طبقات شغل بحال حلوه. جد سهله وبسيطه هاد الوصفه. المكونات تاعها كاع موجوده في البيت. راح نجيب لكم مقادير مضبوطه. وبيان سور هنا عندي كيس تاع نواره خميره الفلون تاع 56 غرام. هاي ديك ساشيه تاع فلون. عندي 2 كيسان تاع الماء عادي من الحنفيه، نحطوه في كاسرونه ديالي. راح نضيف لهم باكي تاع فلون. نتوما بيان سور واش تحبوا ديروا اللي عندكم ديروه في البيت. انا حندير اليوم 3 الوان. راح ندير شوكولا هي الاولانيه، نحركهم هكذا مليح. بيان سور المكون حيعطيني لا كريم تاعي مع السل كيما اللي تباع برا. انا حندير ملعقه تاع عسل، واللي ما عندوش عسل يقدر يدير الجلوكوز. انا الجلوكوز كان خلاص لي، بصح نورمال ما نخدم انا بالعسل، العسل عادي. ندير برك فقط ملعقه عسل هكذا. هاد المكونات نخلطهم مليح ونحطهم فوق النار حتى يغلي لي، حتى يولي يدير لي فقاعات. بيان سور دقيقه برك باش ما نطولكمش عليكم فقط الفيديو. انا نحطه فوق النار ونولو. بون شوفوا حبوباتي، انا هنا حطيت فوق النار من جهه. انا عندي هاد ليمون سمحوا لي راني بديت نخربط. مول على شكل قلب. كل وحده واش تحب دير، تحب ديري مول، تحبي ديرها في لي بواط فرديين، يعني كل لون تاع الكريم ديريها في علبه وتخدمي بهم. بيان سور هذيك الملعقه تاع الحديد وبعدين نوريها لكم في الكؤوس او في الكونيلا كريم كيما حبيتو. انا اليوم حبيت نديرها شغل خبزه. ننوعوا الاشكال يعني كل وحده والطريقه اللي تحب ديرها. انا نكمل فقط باش ما نطولش عليكم الفيديو. نحرك هذا الخليط ونعاودوا نرجعوا مع بعض. فوالا بعد ما غلالي بسم الله انا نفرغوه هنا هكذا ونحطوه في الكونجيلاتور حتى يبرد لي. كي يبرد لي باش نعاودو نديرو الخطوه الثانيه والاخيره. كيما قلت لكم انا عندي هاد الملعقه، تحبوا ديروا زعما فردين الكريمه تاعكم في لي بواط بهاديه تاع لا كريمه كاش اللي ما يعرفهاش. انا قلت لكم اليوم راح نديرها على شكل طورطه تاع الكريمه هكا. حبوباتي عاس اصبروا عليا نحطها لي طون يبرد لي ونوريكم الكيفيه الثانيه. فوالا حبوباتي بعد ما جبتها من الكونجيلاتور وبردت لي. هنا عندي كاس غبة الشونتيي. بسم الله نفرخها في هذاك الخليط ونخفقها حتى يضاعف لي المكون هذا، حتى يضاعف لي الحجم. انا دوكا نبدا نخلط مليح هكا باش ما طوليش برك هذيك البودره، ونبدا نخفق ونعاودو نرجعوا مع بعض. فوالا حبوباتي تشوفوا الحجم تاعها بدا يزيد. سمحوا لي فقط الصوت. الحجم هاو بدا دوبلا لي الحجم تاعها. دوك نكمل هكا الخفق. كي نكمل الخفق هكذايا نفرغ في المول ديالي. انا فقط باش ما نزعجكم فقط بالباتور ديالي نكملها ونعاودو نرجعوا مع بعض. فوالا حبوباتي هاي ليك دوك نحطها في كونجيلاتور تجمد لي باش ندير طبقه ثانيه.
فوالا حبوباتي نزيدو نجهزو الطبقه الثانيه كيما العاده باش نربح برك الوقت. هنا عندي 2 كيسان تاع الماء، راح ندير كيس تاع الفلان فريز، ونزيد ندير ملعقه تاع العسل ونحطهم فوق النار نحركهم حتى يولوا يغلوا، يعني نفس الخدمه تاع الطبقه تاع الشوكولاته. اوكي انا نكملها هكذايا، نزيد بنفس الشيء نخلطها ونحطها فوق النار كي تسخن. راح نحطها في الكونجيلاتور تبرد، ومن بعدك نعاودو نكملو نفس المراحل اللي درتهم في المرحله الاولانيه، فقط باش ما نطولش عليكم. فوالا حبوباتي بعد ما حطيته في الكونجيلاتور هاو يبرد لي نفس الخليط. عندي كاس كريمه شونتيي راح نفرغها لهنا، ونفس الطريقه اللي كيما خدمتها مع الفلون شوكولا. اوكي انا باش ما نطولش عليكم كيما العاده نخفقها ونعاودو نرجعو مع بعض. فوالا حبوباتي هنا عندي لا باتاغوم تاع الفريزه، نزيد لها شويه كمنكه، واللي ما عندوش ماشي لازم يعملها. نزيد نكمل نخفق باش يضعف لي الحجم ونعاودو نرجعو مع بعض. الطبقه الاولانيه هاي ليك راهي تماسكت معايا تاع الكريمه. دوك نزيد نفرغ هذه الطبقه الثانيه لهنا بسم الله، ونمررها كامل في المول ديالي. وكل وحده عندها كما قلت لكم الاختيار كما حبيتو. فوالا نفس الطريقه دوك نحطها انا في المجمد، ونزيد نبريباري لا تخوازيام ايطاب راح نديرها بالفلون فانيلا. باش ما نطولش عليكم انا نزيد نديرها لا تخوازيام ايطاب ونخدمها ونفرغها ونحطها في المجمد حوالي واحد 4 سوايع حتى 5 سوايع تماسكين مليح جيدا هكذا. ومن بعد نوري لكم الطريقه في الاخر والتزيين تاعها. هكا حبوباتي نتمنى فقط تكونوا معايا حتى اخر الفيديو باش تشوفوا كامل التفاصيل تاع هاد لا كريم لا كلاص تاع الدار. حبوباتي بعد ما خليت لاكلاص تاعي مدة واحد 4 سوايع حتى 5 سوايع باسكو قدمت تجمد تبرد يعني مليحه هكذا باش تقلب لنا بسهوله. انا نحيلها كامل هاد البابي فين، وانا جبت الصحن تاعي نحاول نقلبها باش نعاود نقلبها تاني لوط كوتي باسكو هذا هو الوجه ديالها. فوالا حبوباتي هاي ليك دوك. انا واش عندي هنا؟ عندي شويه جوز وكاوكاو محمص مرحي كما التزيين كيما حبيتو نتوما باش يعطينا واحد البنه فقط. هذا ما كان بيان سور كل واحد واش يحب يزين. انا برك هكذا ندير وراني نغاور باسكو اليوم راهو واحد الجو سخون راني خايفه تذوب تما كاين نحاول نسرع. هنا كذلك عندي حلقومه ندير برك فقط هكا كديكور، وكل وحده واش تحب دير زين. تحبوا ديروا طوفيا فراوله طوفيا ليمون كيما حبيتو. اسمحوا لي ماشي طوفيا ولا غادي هذاك ما سخانه كراميل طوفيا كراميل. فوالا دوك ما كيدوب ولصق فيها هاد الكريم هكذايا. ما ثاني نقول لكم انا شهيتكم في الجنه. نتمنى لاكلاص تاع اليوم يكون عجبكم المواد الكميه الاخر المقادير تاعو مضبوطه والمواد جد سهله وبسيطه. دوك نوري لكم في الصحن تقديم في بدايه الفيديو. مع ثاني نقول لكم شهيتكم في الجنه. مع السلامه.